ازاي تراجع من خلال الامتحانات الشامله؟ اغلب الطلبه بتعمل غلطه معينه، انه يمسك الامتحان ويبدا يحله ويشوف الدرجه. كده انت ما راجعتش، انت كده قست مستواك. بس الحقيقه ان المراجعه ممكن تبدا من خلال حل الامتحانات الشامله، بس بالطريقه الصح. بس الطريقه دي محتاجه طالب جريء شويه وصبور في نفس الوقت. بص يا سيدي، انت هتفتح امتحان شامل حتى لو من 44 نمره. طبيعي جدا انت ممكن تحس انك ناسي اغلبه، ده مش ضعف، ده طبيعي. اول سؤال هيقف عليك في الامتحان، اياك تجري تروح تشوف الحل بتاعه. السؤال اللي هتقف عنده هتبدا تسال نفسك، السؤال ده تبع انهي فصل، انهي جزء، انهي فكره في المنهج. اول ما تعرف الفكره ابدا افتح المذكره او الكتاب او المصدر اللي انت بتذاكر منه ايا كان، لغايه لما توصل لحل السؤال. حتى لو في الاخر ما وصلتش للحل، انت في اللحظه دي بتكون راجعت كميه معلومات ضخمه جدا، وربطت بين افكار متعدده من غير ما تحس. وبعدها تروح للسؤال اللي بعده وتعمل نفس الكلام. الامتحان الاول ده هيبقى تقيل قوي وهياخد منك وقت طويل، وهتفتح قصاده مذكرات وكتب كتير عشان تدور على الحل، وده طبيعي جدا. لكن الشيء الجميل هيحصل في الامتحان الثاني، هتتفاجئ ان في اسئله عدت عليك، افكار انت لسه مراجعها، فتحك المذكره وكتب المصادر اللي معاك بقى اقل، وفهمك بقى اسرع. طب ده ليه؟ لان الفكره اللي بتتكرر اكتر من مره بتفرض نفسها عليك ان هي مهمه، وبتتراجع اكتر من مره. بالطريقه دي انت مش بتحل وخلاص، ولا بتذاكر عشوائي، انت بتراجع فعلا الاسئله اللي بتيجي في الامتحان، وبتعرف من اين تؤكل الكتف. وهنا بقى اوعى تخش المرحله اللي ناس كتير بتغلط فيها. بعد ما تخلص ما تسالش انت جبت كام، لازم تسال نفسك الاسئله اللي انت غلطت فيها ليه؟ هل غلط فكره، ولا غلط قانون، ولا غلط وقت، ولا استعجال، ولا قراءه سؤال، ولا لخبطه وحدات؟ لان لو انت بتحل امتحانات كتير وبتغلط في نفس النوع من الاسئله، يبقى المشكله هنا مش قله حل، المشكله انك مش بتتعلم من الغلط. مثلا لو كل شويه بتغلط في اسئله رسومات بيانيه او اسئله نسب، الحل بقى مش انك تروح تحل امتحان تاني، الحل انك تقف عند النوع ده لحد ما يظبط معاك. الخلاصه انك تحل الامتحانات الشامله من باب المراجعه. الامتحان الشامل مش عشان يعرفك مستواك، الامتحان الشامل عشان يرفع مستواك.